السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور محمود محمد عز الدين، صيدلي وأخصائي تغذية. وهنتكلم النهاردة عن مفاهيم خاطئة ومعلومات مهمة تخص أدوية التخسيس. أول حاجة، إمتى أصلا آخد دواء للتخسيس؟ أخداني لأدوية التخسيس ده بيعتمد على عوامل كتير، أهمها قياس مؤشر كتلة الجسم اللي هو البادي ماس اندكس. ومؤشر كتلة الجسم ده بيساوي الوزن بالكيلو على مربع الطول بالمتر. بالإضافة لمؤشر وقياس مؤشر كتلة الجسم اللي هو البادي ماس اندكس، في عوامل أخرى دكتور التخسيس هو اللي بيحددها على حسب حالة الشخص أو على حسب الشخص اللي عاوز يخس. وبالتالي ما ينفعش إن حضراتكم تاخدوا أي دواء للتخسيس إلا لما استشير الدكتور التخسيس. من هنا عاوزين برضو نسأل سؤال تاني: هل ممكن اخد ادوية التخسيس بدون ما اعمل نظام غذائي؟ والجواب هنا لا، لازم اعمل نظام غذائي، والنظام الغذائي ده مفصل للجسم. كل شخص مننا لازم يتعمل له نظام غذائي مفصل لجسمه، لكن دواء التخسيس ده عامل مساعد. يعني النظام الغذائي هو الأساسي، ودواء التخسيس ده هو عامل مساعد فقط. إن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن أدوية التخسيس اللي هي مرخصة عالميا، وبعض الأدوية الغير مرخصة. ولو عند حضراتكم أي استفسار اتفضلوا في الكومنتات.